ايه الفرق ما بين الضرب البسيط والضرب المشدد؟ مفيش تقرير طبي، مفيش ضرب، مفيش قضيه، مفيش جنحه، مفيش اي جنايه، مفيش حاجه. روح احدث بوشها اصابات. ما هي دي آلة حادة. ما الساعه والكارتيه دول ممكن اعتبرهم، القاضي اعتبرهم آلة حادة فعلا. فكره ان انا اتعالج اكتر من 20 يوم دي ممكن توديك في 60 داهيه. فانا قصدي ان انت من الاول ما تديش حد قلم. ونوت اونلي ذس بت اولسو كان يتحاكم وتحولت من جنحه لجنايه. طبعا، لان انت النهارده مش ان هي بس ان انا النهارده بتكلم او ان انا بقول بس، لكن هي لازم بتبقى هي النابعه منها، هي اللي تعرض للعنف ده وبدا يمشي في الاجراءات وطلب ان هو يطلب مسانده او المذكرات بتاعتها. فكانت هي ذاكره ان في بعض حاجات كتيره قوي كانت تراكمات وتعنيف ليها. هي تستنجد وملهاش ظهر وملهاش خلاص، اهلها مش عاملين لها سبورت. فده معناه ان هو شاف ده اثره في الاسره، ممكن تكون عنده، ممكن يكون في تراكمات. في قرى معينه هيجبروها انها تتزوج من شخص وهي صغيره السن. نقدر نقول عليها بقى المشاكل احتدت قوي. لو هي بتبقى جاده بيبان. أعزائنا المشاهدين، ازيكم؟ ايه الأخبار؟ ال10 الأواخر، كل سنة وانتم طيبين. ليلة 25 كانت امبارح، فحاجة ملهاش أي علاقة بالحلقة النهاردة، إنه ليلة 25 كانت امبارح، بس أتمنى أن تكونوا حسيتوا بروحانيات ليلة القدر. موضوع حلقة النهاردة عن الضرب. بصوا شفتوا النقلة؟ جنحة الضرب. وإيه هي جنحة الضرب؟ وإيه الفرق ما بين الضرب البسيط والضرب المشدد؟ بصوا يا جماعة، طبقا لنص المادة من 240 ل 242 بفقراتهم يفهموكوا كويس قوي. أنا دلوقتي اتضربت ضرب بسيط، يعني جوزي أو زميلي أو صاحبي أو صاحبتي أو الجيران أو خناقة في الشارع أو زمارة أو خبطت حادثة، عملت حادثة فالراجل نزل طبق في زمارة رقبتي. ايه الحوار ده؟ أعمل ايه؟ انا دلوقتي اتضربت في الشارع في حادثه عربيه، ولا هجيب لكم سيره المتجوزين خالص دلوقتي. انا دلوقتي في رمضان وكل الناس بتتخانق قبل الفطار، بيعجنوا بعض في الشارع، واللي بيكسر على حد بينزل يجيبه من شعره، واللي بتجيب التانية من شعرها، واللي بيلطشوا بعض بالاقلام، واللي بيزقوا بعض على العربيه. طب واحد زقني على الكبوت واحدث بيا اصابات، واحده جابتني من شعري في الشارع، جو بقى بصوا عوق. اعمل ايه؟ اعمل؟ اروح فين؟ اروح القسم؟ دلوقتي الفاصل ما بين الضرب البسيط والضرب المشدد هو التقرير الطبي. مفيش تقرير طبي، مفيش ضرب، مفيش قضية، مفيش جنحة، مفيش أي جناية، مفيش حاجة. روح. التقرير الطبي هو الفاصل ما بين ان انت نبقى ناخد اكشن معاك ونتعامل معاك على انك شخص فعلا مجني عليك، ولا انت شخص مقدم بلاغ كيدي، ولا انت شخص جاي تضيع وقت الهيئة الموقرة وتضيع وقتنا وتضيع وقت ضابط النبطشية او اللي قاعد في الاسم. بصوا يا جماعة، عارفين الكونسبت بتاع انا هبطح نفسي عليك بتاع الافلام ده؟ انا هبطح نفسي عليك ده يعني انا ضربت نفسي وقلت ان انت اللي ضربتني، بس انا احدثت بنفسي اصابات. ده واحد بيتبلع التاني، فما بالك بقى اللي فعلا انت احدثت عندي اصابات جسيمه، يعني عورتني ضربتني بآلة حاده. انتوا عارفين انك مره عندي قضيه 2 متصاحبين، يعني ولد وبنت متصاحبين، قعد يضرب في وشها بالساعه والبريسلت الكارتيه، احدث بوشها اصابات. ما هي دي آلة حاده. ما الساعه والكارتيه دول ممكن اعتبرهم، القاضي اعتبرهم آلة حاده فعلا. انت احدثت في وشها عاهه مستديمه بدل عاهه بدل يا جماعه استوجب العلاج في التقرير الطبي اكتر من 20 يوم. عطلتني عن شغلي 20 يوم، عطلتني عن اني اشوف ولادي 20 يوم، احدثت بيا اصابات ادت في علاجي الى انه انا قعدت اتعالج اكتر من 20 يوم. اتفضل في الصالون مينيمم 3 سنين، من سنه ل3، لان دي عاهه مستديمه ممكن توصل لانها تبقى عاهه استوجب العلاج فيها اكتر من 20 يوم. حضرتك رحت في 60 داهيه. فالناس اللي بتستخدم العنف، ضرب امتى يبقى بسيط وامتى يبقى مشدد، كده انتوا فهمتوني. فكرة ان انا اتعالج اكتر من 20 يوم دي ممكن توديك في 60 داهية. انا كان عندي قضية الصيف اللي فات، 1 ضرب واحدة، والضرب بتاع هو ضربها بالقلم، قلم واحد جاب لها عاهة مستديمة. هي بتقول كده، فهي بتقول كده عملت ايه؟ ما هي ده ممكن يبقى كايدي، ده ممكن يبقى في عدم معقوليه. قلم هيجيب لك عاهه؟ ايه ده الدلع ده؟ مين اللي يفصل ما بيننا؟ انا بدعي وانت بتدعي، احنا الاتنين جينا اقوال شهود في محضر. ايه اللي يفصل ما بين ان انت بتتبلى عليا ولا ما بتتبلش عليا؟
بتقول ولا ما بتقولش؟ انا بقول، وده رايي الشخصي، انها كان اوريدي عندها اصابه في ودنها، بس هي عايزه تجيب له مصيبه وعايزه تبتزه وعايزه توصل معاه لقصه ما، فالآلة استفزته خلته يضربها قلم. القلم ده قالت ان هو اللي تسبب لها في العاهه، رغم ان انا I'm pretty sure والله اعلم ان هي كانت اوريدي عندها العجز في ودنها ده، لانه العجز في الودن ده الالم ما يتهيأليش انه ممكن يتسبب، والله اعلم برضو، علشان ما نبقاش يعني انا بحكي لكم كيس. فانا قصدي ان انت من الاول ما تديش حد الم، من الاول ما تعنفش الست، من الاول ما تخشش في قصه ان انت تحط نفسك في فكره ان ممكن حد اصلا يبالغ في تقريره الطبي او يعني انت مثلا زقتني زقه، قمت انا رايحه بالزقه دي عملت لنفسي، قرصت نفسي وعملت لنفسي كدمات، ورحت التقرير الطبي بقى عندي كدمات وسحاجات، او قلت مثلا لصاحبتي اديني بالقلم على وشي، ولا قلت لصاحبتي زقيني واخبطيني في الحيطه عشان افور الخناقه. ما توصلش نفسك ان حد اصلا يتبلى عليك، لان دي جنحه. انا خرجت الشخص ده وقت القضيه اللي فاتت بكفاله 20,000 جنيه في قلم. ونوت اونلي ذس بات اولسو دخل كان هيتحاكم وتحولت من جنحه لجنايه، يعني هو كان ضرب بسيط وصل من ضرب بسيط لضرب مشدد. فما ما تستهونوش بجنح الضرب. جنحه الضرب دي ممكن تبقى جنايه، وممكن توصل لانك تخش السجن مده من 3 سنين، من سنه ل3، وكمان بقى لو ضرب افضى الى موت. ما هو انت ممكن تزق حد تخبطه ويفتح دماغه يجيله انترنال بليدنج، ولا مش ويجرى له يجيله شلل. ما تحسوش ان الموضوع يعدي لايت. فبمناسبة العنف والتعنيف هنروح لضيفتي دكتور مي تلاوي. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الاخبار؟ رئيس مؤسسة القيادات المصرية للتنمية ليد. اهلا بحضرتك، شرفتينا. دكتور مي، عايزة حضرتك تعرفينا عن المؤسسة. اوكي، احنا في مؤسسة القيادات المصرية للتنمية ليد احنا بنشتغل يعني بالاساس على فئتين مستهدفين، هم المرأة والشباب. مؤسسة بقى لها اكتر حوالي 12 سنة شغالين على القضايا الخاصة بالعنف ضد المرأة، شغالين على التمكين الاقتصادي الخاص بالمرأة والشباب، جزء تاني حقوقي، الحقوق الخاص بالشباب والمرأة. فده الهدف من إنشاء المؤسسة، والهدف من شغلنا في التنمية. بنشتغل كمان جزء على ريادة الأعمال، وإزاي إن احنا نقدر نعمل للمرأة أو للشباب يعملوا مشروعات صغيرة، رواد أعمال. فده جزء. لكن بمناسبة بقى العنف وحديثنا عن العنف النهاردة، فده جزء طبعا المؤسسة معنية بيه في شغلنا مع المرأة بأشكال متعددة بقى لقضايا العنف ضد المرأة والمشروعات التنموية. إزاي النهاردة بنقدم لها حتى الخدمات التوعية، ازاي انها ممكن تلجأ لنا، او ازاي القنوات الشرعية اللي احنا نقدر نستند بيها المرأة المعنفة. طيب دكتور مي، عايزة حضرتك تقول لنا ايه هي اشكال العنف ضد المرأة؟ أشكال العنف ضد المرأة أشكال متعددة، منها طبعا العنف الأسري والاغتصاب الزوجي، التحرش، الزواج المبكر بنعتبر ده برضو جزء. في كمان الحاجة بقى المحددة قوي اللي احنا طبعا بنبقى دي المرأة لمسنها قوي، طبعا القضايا الخاصة بالاغتصاب الزوجي والعنف الأسري من الزوج للمرأة. دي أشكال متعددة، ودي يمكن دلوقتي طبعا اللي احنا بنتكلم عليها، والقوانين كمان بدأت تشتغل عليها بقوة، عشان جزء منها حماية للمرأة. ومؤسسات المجتمع المدني بتشتغل على ده، اللي هي المؤسسات اللي بتعتبر مؤسسات نسوية، بتشتغل على انها تقدم المساندة والحماية للمرأة المعنفة. طب يا دكتور، الاغتصاب الزوجي ده بتقيموه ازاي؟ يعني ازاي حضرتك تعرفي ان دي واحدة مش بتكذب؟ ده بيبقى بقى عن طريق ان هي بتبدأ يعني بتتوجه، بيبقى فيه تقارير طبية، بيبقى فيه جزء منها يعني احنا بتسمعي للحالة، بلس ان لازم يبقى فيه تقارير طبية للموضوع ده، ان اثباتات له. لكن يعني مش حضرتك ما فيش حد هيتكلم بشكل عشوائي، مش لازم يبقى فيه بروف، لازم يبقى فيه اثباتات ودلائل عشان حضرتك تتبني الكيس. طبعا، لان انت النهارده مش ان هي بس ان انا النهارده بتكلم او ان انا بقول بس، لكن هي لازم بتبقى هي النابعه منها، هي انها تعرضت لعنف، تعرضت لواقعه معينه، بلس ان هي لو عايزه تمشي في الاجراءات لازم هي تبقى الحاله نفسها هي المبلغه. ايوه، مش لازم مش حد تاني لا ما ينفعش طبعا، لازم تبقى الشخص نفسه صاحب الشأن هو اللي تعرض للعنف ده وبدأ يمشي في الإجراءات وطلب ان هو يطلب مساندة.
طب انا هسأل حضرتك حاجة دلوقتي. حضرتك عارفة الاكزامبل بتاع السيدة الله يرحمها اللي توفت في الأردن بالظبط. بسبب اكيد ده كان في تعنيف قبلها. طبعا يعني ده اكيد أساس، الست دي ده له عنفت أثر. قبل. طبعا بالظبط. ده له بيبقى له اثر بقى، يعني اثر حاجات متعدده وتراكميه ممكن يكون النهارده طبعا. ولان وصل لنا للحد اللي هو النهارده دخلنا النهارده نقول ان هي اتعنفت من خلال ممكن تعنيفها في الالفاظ اللفظي، التعنيف الجسدي، التعنيف بالنهارده حتى في عدم دعمها لانها تقوم بممارستها الحياه الطبيعيه، ممكن تعنيف من الاسره مثلا، الحما، الاخت، يعني اخت الزوج او الحما. ده كل ده جزء بيبقى برضو له اثر. الزوج نفسه ان هو ممكن يبقى بيعنفها مثلا جسديا، او حتى ايفن بالعلاقه الزوجيه فيها جزء من التعنيف لها. فطبعا ده كان تراكمي، حتى لما شفنا الاحداث اللي اتنشرت على السوشيال ميديا او المذكرات بتاعتها، فكانت هي ذاكره ان في بعض حاجات كتيره قوي كانت تراكمات وتعنيف ليها. يعني حضرتك، طب ما التعنيف اللفظي ده يا دكتور، يعني مش عايزه اقول 3/4 الستات بيعنفوا لفظيا في البيوت. ياخدوا، حضرتك عايزه تقولي لهم ان هم ما يسيبوش الدنيا توصل لهذه المرحله ومن الاول يستنجدوا علشان ما they don't end up ان هم بتوصل انه يرميها من الشباك مثلا زي ما حصل. بصي، هو التعنيف اللفظي ده خلينا نرجع له هو ايه سببه. لما نيجي نبص كده وندور هتلاقي برضو لها اصول في تربيه الراجل. لان دي المشكله ان انا النهارده، ما خليني اقول ان مش كل الرجاله كده، يعني دايما ما بنعممش. لا، وفي ستات بتشتم الرجاله هي، وفي ستات نفس الحكايه. فعشان كده هو في جزء منه كبير قوي انه له اثر في التربيه. انا ممكن اكون النهارده شفت في البيت، لو انا ببص على الزوج اللي هو بيعنف او بيتلفظ بالفاظ يعني الفاظ سيئه للمراه او بيعنفها بلفظ، فده معناه ان هو شاف ده اثره في الاسره. ممكن تكون عنده، ممكن يكون في تراكمات، فخلى استدعى ان انا اعامل مراتي بالطريقه دي. ان انا ممكن اكون النهارده فاكر ان القوه ان انا استخدم الالفاظ والاساءه للزوجه، وده طبعا غلط ومرفوض تماما، والمجتمع كمان بيرفضه، وده شكل من اشكال العنف يعني. لكن جزء كبير منه ان انت النهارده حتى المراه مش ردها ان هو باللفظ اكيد، لان مش ان انا شتمت انا هشتمه بس كده بقت البيت خلاص، البيت كده بيروح في حته تانية خالص. ولكن الاساءه مرفوضه من الطرفين، مرفوضه من المراه، مرفوضه من الراجل. ولكن طبعا ان هو بيستخدم الراجل الضعيف دايما هو اللي يستخدم طبعاً. اللفظ، وبيستخدم ايه، وهو اللي بيستخدم ايده برضه. فعشان كده طبعاً. دايما يبقى نقول النهارده لو انا راجل ضعيف فانا بستخدم الايد او بستخدم اللفظ، وده مش الحل للنهارده انهاء اي خلافات، بل بالعكس. انت النهارده عشان تبقى راجل قوي لازم يكون عندك نوع من الحوار والنقاش كويس قوي. طبعا. لازم يكون عارف ازاي النهارده احتوي المراه، لازم اكون انا صاحب قرار في الاسره، لازم اكون القوامه. فده جزء مهم قوي. لما نرجع نقول النهارده هو انت اصلا ممكن بيقولك عصبتني، اصلا ما بتسمعش الكلام، اصلا كذا. القصه مش ان احنا داخلين في حرب، احنا داخلين النهارده في بيت واسره، في كيان. ده جزء مهم جدا. لازم ان النهارده تربيتنا حتى لاولادنا مهم ان احنا نفهم ان احنا عايزين جيل يبقى بيحافظ على كيان الاسره، مش بيهد ونطلع بيوت مفككه. دور الدوله ايه يا دكتور مي؟ دور الدولة، خليني أقول إن دور الدولة هو طبعا دور أساسي ورئيسي، وده بيتمثل طبعا في المجلس القومي للمرأة، لأن هي بتقدم من خلال وحدة الشكاوى، ومن خلال المرأة لما بتلجأ المجلس القومي للمرأة إنها تقدر إنها ممكن تساعدها في مساندات مثلا قانونية، في ممكن كمان بقت دلوقتي بتشتغل معاها في التنمية، تعمل لها ممكن تدريبات، جزء تنموي، بترفع عنها ممكن قضايا. ده دور في المجلس القومي للمرأة. بالإضافة إن ده بيبقى طبعا دور أساسي كدولة، ودور في التشريعات القوانين. كل ما هو بقى قوانين ومراجعة القوانين والتشريعات القوانين اللي تخص العنف ضد المرأة، ايا كان قانون الأسرة، قانون التحرش، قانون الزواج المبكر، كل ده طبعا دور أساسي بالنسبة للدولة. يعني دلوقتي لو في ست معنفة او ست او بنت صغيره اقل من 21 سنه، اهلها هيجبروها انها تتجوز بالعافيه، هي تستنجد وملهاش ظهر وملهاش، خلاص اهلها مش عاملين لها سبورت. لو هي زوجه مثلا معنفه او هي طفل يعني تحت قاصر تحت 21 سنه، و في قرى معينه هيجبروها انها تتزوج من شخص وهي صغيره السن،
تستنجد بمين؟ بحضراتكم والمجلس القومي للمرأة؟ احنا دورنا احنا بنلعب كمجتمع مدني وكجمعيات اهليه ومؤسسات اهليه، سواء انا كممثل مؤسستي او مؤسسات زملاء كتير في المجتمع المدني بيشتغلوا على الجزء ده، انها ممكن تلجأ لمؤسسات مجتمع مدني تكون مؤسسات نسويه بتشتغل على العنف ضد المرأة او بتشتغل على الزواج المبكر. فده جزء لو المؤسسات دي عندها وحدات حمايه او وحدات دعم قانوني ممكن بتبقى بتعمل لها مسانده قانونيه. في طبعا لو المجلس القومي للمرأة او مجلس الامومه والطفوله، لان هو المعني بالزواج المبكر طبعا في الجزء ده، وطرق الابلاغ يعني بتبقى سريعه، ويبقى في خط النجده بالنسبه لمجلس الامومه والطفوله عشان موضوع الزواج المبكر. بالنسبه للمجلس القومي للمرأة فهي بتبدا تتحرك في الجزء اللي هو المرأة المعنفه اللي اوريدي عندها قضايا اسره، فده جزء ممكن بتلجأ له. فاحنا بنشتغل يعني نقدر نقول نتكامل فيه، بلس ان بيبقى فيه ساعات اللي هو يعني في حاجة اسمها بيوت المعنفات، ودي بتبقى تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وفي بعض مؤسسات المجتمع المدني كمان بتشرف عليها. ودي بتبقى يعني الخطوات اللي هي النهاردة السيدة اللي ممكن ملهاش بقى مكان وبدأت تخرج بره، يعني دخلت في مشاكل بطريقة نقدر نقول عليها بقى المشاكل احتدت قوي. فدي بيوت بتبقى بيوت للمعنفات، بحيث انها تبقى مكان تقدر يبقى فيه مكان قائم للمرأة يعني. بيوت معنفات، ودي طبعا بيبقى بسرية مش معلنة، لان تقدر النهاردة السيدة بتلجأ لده، ودي بتبقى تحت اشراف وزارة التضامن. يعني دلوقتي زي ما بنتفرج اوقات على المسلسلات الاجتماعية اللي هو واحدة ست جوزها ضربها وطردها من البيت او منعها من الدخول، وهي ما عندهاش الوعي بتاع قضايا التمكين وما عندهاش الفلوس اللي تخليها اصلا تروح ترفع قضيه. انتوا دي بقى مجتمع مدني ممكن بتلجأ لها طبعا، ممكن بتلجأ لمجلس قومي المرأة في وحدة الشكاوى. ممكن الجزء بتاع بيوت المعنفات اللي في تبع طبعا لوزارة التضامن، وبعض مؤسسات المجتمع المدني بتشرف عليها. فبيبقى في كذا آلية، بس المهم لازم يبقى في طبعا في اثباتات للموضوع ده، لان مش كل واحد مثلا انا النهارده هتبلى واقول كذا، لا طبعا. بيبقى في نوع من التحقق، وده جزء مهم جدا بتشتغل عليه لما بتيجي الحالة او بتلجأ لأي مؤسسة عشان تقدري تقدمي لها سواء دعم نفسي أو دعم قانوني أو حتى دعم تمكين اقتصادي، إنها ممكن إنها يبقى لها دخل. طب دكتور مي، ايه المبادرة اللي حضرتك دلوقتي شغالة عليها وكنتي بتتكلمي معنا عليها؟ احنا اشتغلنا على مبادرة بدأناها، اسمها مبادرة الأول اسمها كانت مبادرة حماية. مبادرة حماية هي كانت بتشتغل على التوعية على ميلي على يعني العنف الأسري والزواج المبكر وأشكال العنف عموما للمرأة، وكمان مع دمج الرجال واللاجئين. فكنا بنشتغل على فكرة التوعية لأشكال العنف، وازاي الحماية نقدر نقدمها من خلال مؤسسات المجتمع المدني ومن خلال استخدامنا للفن. طلعنا بودكاست اسمه كنت معايا، وده له على منصة ليد فنون. بنبدأ نشتغل بان احنا بنعمل توعية عموما للمشاهدين باشكال العنف باستخدام الفن، ان بقى في قصص حقيقية ممكن تكون النهاردة من خلال ورش تمثيل نبدأ نشتغل عليها في كنت معايا كبودكاست بيناقش. وده كان اول مرة ان مجتمع مدني ان هو يبدأ يشتغل على بودكاست، وفكرة المناقشة بان احنا نبدأ نشتغل على ورش تمثيليه ونطلع منتج. وكان المنتج ده ان احنا بنناقش كل شويه قضيه معينه نبدا نظهرها بطريقه معينه، ونلاقي نحاول نبرز ان مش اسهل حاجه انك تعنف، بس الحل ايه؟ الحل ان احنا لازم يبقى في دلوقتي نسبوت على القضيه بطريقه توصل للمشاهد، بحيث ان احنا نوجد حلول ونقلل المساهمه في تقليل العنف. ده كان الجزء الثاني الحالي اللي انا بشتغل عليه دلوقتي مبادره اسمها اصوات الامل، وهي تكامليه كنت معايا. المبادره دي اصوات الامل بتشتغل على تقديم بقى الدعم القانوني من خلال وحدات برضو القانونيه جوه المؤسسه، من خلال تشابك وتكامل مع محاميين بيقدروا يقدموا الدعم سواء بالتوعيه، سواء النهارده ممكن ان احنا نساند المراه لو هي النهارده عايزه استشاره قانونيه، عايزه النهارده ممكن حد ممكن يبقى بمخفضه يعني تكاليف مخفضه بالنسبه للمحاميين في حاله ان لو ما فيش دعم مالي يعني مجانا للمرأة انها تقدر لو هي عايزة ترفع قضية او شيء من ده. بس الاول احنا بنعمل معاهم دايما الاستشارات لتهدئة الأسرة، لكن مش ده اخر حاجة بتلجئي ليها. ان انت النهاردة متقدمي لها ممكن دعم نفسي ودعم كمان تمكين اقتصادي، بالاضافة ان في جزء بنشتغل عليه اسمه حاجة اسمها ورقة السياسات والادفوكسي، اللي هو احنا بنسميه قضية دعوة. ان احنا بنشتغل دايما على التوعية، والتوعية ده جزء مهم قوي عشان يبقى النهاردة
النهارده انت بتدمجي كمان دمجنا الرجال مع اللاجئين كقضايا متنوعه، بالاخص القضايا العنف الاسري والقوانين اللي تخص قانون الاسره. طيب دكتور مايا، حضرتك المؤسسه غير هادفه للربح، فممكن جدا حد يبقى عايز يعمل على حضرتك فيلم. ما حصلتش مع حضرتك قبل كده قصه فيك مش حقيقيه؟ لا حصل، ممكن تبقى انا عندي كذا وده ضربني وده عملني وعايزين، او حتى خيري على فكره، حتى ايفن لو هي عايزه حاجه او تشتغل، فلما نجيب لها مثلا شغل وعايزه تبقى لها مصدر رزق ترفض العمل. يعني هي عايزه، ممكن ان هي عايزه مثلا مجرد حاجه وخلاص، لكن ده احنا هنا بنتحقق بده لان بنمشي قنوات شرعيه. ولو بالنسبه لو حتى عايزه محامين او عايزه استشاره معينه، لو هي بتبقى جاده فتلاقيها بيبان. يعني احنا مش مجرد ان انت اي واحده بتتكلم وخلاص ويلا، لا طبعا بيبقى في اساليب تحقق، سواء من المؤسسه سواء من المحامي اللي بيقعد معاها او هيتكلم معاها كحاله، وبيحصل لها احاله للمحامي اللي احنا هنشتغل معاه. طيب قولي لي يا دكتور، قصه حقيقيه من واقع اللي حضرتك شفتيه، احكي لنا قصه. احكي لك قصه فيها عنف ولا قصه فيها؟ لا احنا بنحب العنف. ممكن حضرتك تروحي عند العنف. طيب اللي نفسك فيه يعني، بس نقول العنف الاول. طيب في قصة حقيقية، في قصص كتير هي هتلاقي. بصي مساحة العنف مشتركة. القصص الحقيقية ان على فكرة ان العنف ما بيقتصرش بس على ليفل معين او على طبقة معينة في المجتمع، بل بالعكس احنا شفنا ده على كل الطبقات، طبقة متوسطة، الطبقة العليا، طبقة محدودي الدخل. فكان في من احدى القصص مثلا اللي بنتكلم فيها في العنف، ان انت مثلا تلاقي دلوقتي في الطبقة المتوسطة زاد جدا ان الزوج ممكن، ودي كانت واقعة يعني احنا بنشوفها، ان الزوج بيهين مراته بسبب تدخل اسري، بسبب مثلا الام، بسبب الاخت، بسبب ان انت النهارده بيعنفها قوي وبيغير كلامه مع زوجته، فده ادى ان هو يبقى على طول تعنيف تعنيف تعنيف. التعنيف ده بيبقى ينتج عنه كمان ان هو ممكن يكون فيه تعنيف جسدي، بلس ان في الاخر تمت ان هو النهارده الاهانه الزايده. طب الاهانه للمراه، في مرأة ما بتحبش تلجأ للقضاء، وفي مرأة ما بتحبش انها تخش في الأقسام وما تخشش في التقارير الطبية. طبعا. طيب هل المرأة دي غلط؟ لا طبعا بالعكس، ده انا بحب جدا المرأة حلو قوي. طب المرأة دي لما تبقى النهارده استعوض ربنا بالظبط استعوضت ربنا، هي بتحاول تحافظ لغايه اخر طبعا. درجه طبعا. وده كان جزء برضو شفناه ان احنا بنحاول نحافظ. لا حضرتك انا اصلا مش مع ان انت اول ما تروحي تجري على بالظبط. لا طبعا لكن انت النهارده بالظبط فين صوت العقل بقى؟ حضرتك ممكن تبقي عرضه لانه مثلا تتطاولي على زوجك فيقوم حتفك بحاجه، بيحصل في البيوت المصريه. مش هنزل بقى اجري لا. ومش مطلوب ان انا هنزل اجري على الاسم وارجري على كذا، لا بالعكس. مش لكن اللي كنا الحالات اللي بنشوفها ان صوت العقل مهم قوي في الاسره، ان المفترض ان ده ان الزوج لما يبقى النهارده بيحافظ على الكيان الاسري، ان انت تبقى عندك صوت للعقل عشان كيان الاسره. لكن لما ما تلاقيش بقى خلاص راجل مش مسؤول، لما فيش كيان اسره مظبوط، او ان النهارده خلينا نقول النهارده التربيه الغلط بتؤدي في الاخر ان البيت بيحصل فيه تفكك. فدي حالات طبعا شفناها من النهارده اسره. لو النهارده الرب اللي هو مفترض بيكون رب اسره، لكن هو مش مسؤول عن اسره، مش مسؤول، بيتنصل من اي مسؤوليات. موجود طبعا، ده شفناه كتير قوي، ان هو يتنصل من مسؤوليات الاولاد، بيتنصل من مسؤوليات الزوجه، بيتنصل من مسؤوليات عموما. فمعنى كده ان انا النهارده عندي ما في عدم مسؤوليه، بلس كمان ان انا عندي مش زوج سند ولا بيحتوي للاسره. فطبيعي النتيجه هتبقى ايه؟ هتبقى اكيد خلاص انت بتبقي استنفذتي كل حاجه وكل الحلول عشان ارجاع الاسره دي، ولكن للاسف بتلاقي ان في الاخر بالاسره نتيجتها تفكك، نتيجتها ان بقى حصل تصاعد للمواضيع. فتيجي تقولي ساعات، تقولي هي الستات ليه بتلجأ ساعات للمحاكم؟ ما هي ده جزء مهم. لا انا بشوف انه تعمد الاهانه وتكرار الاهانه وتكرار التطاول والتعنيف هو ده اللي هيدخل الناس، هيوصلهم لمرحله المحكمه. بالظبط. يعني مفيش واحده بتتشتم 24 ساعه وبتتضرب 24 ساعه
وبتتهان 24 ساعه وفي تعنيف. اصل التعنيف ده في الاخر بجد هتتقتلي. يعني عارفين النكته اللي هي اتعملت على انستجرام بتاعت يا جماعه ايه اللي حصل، بتموتوا بعض ليه؟ هو الطلاق راح فين؟ وبعدين احنا مش توم وجيري داخلين في خناقه مع بعض. لا بقيت يا دكتور توصل لانهم يموتوا بعض بجد، مش بنهزر يعني، كلام مش بقول لحضرتك رماها من الشباك. يعني رماها من الشباك. فهتلاقي الكيسز دي بدات تتكرر كتير. لو جينا احنا كده كرجاله وكسيدات برضو ما وقفناش مع نفسنا، وكأسر على فكره بتربي والله. يعني الامهات على فكره لهم عامل. كيسز الستات هي اللي بتضرب الرجاله دلوقتي. من كتر ما هي بقى تقريبا بتعنف. والله انا حضرتك فاكره ان التعنيف للست بس، والله الراجل بقى يتعنف يا جماعه. قلبي معاك والله. الراجل ده انا عندي كلاينت مراته حدفت عليه الطفايه مش عارفه مستديمه بقى، هي ليه فتحت عليه قسمت وشه نصين. ما هم نفس الحاجه. حضرتك هتقولي لي هي ليه ده رمت عليه الطفايه، وهو هيقول طب وهو ليه مد ايده عليه؟ هو زي ما حضرتك قلتي التربيه من الاول خالص هي اللي بتوصلنا بالزبط. لاننا نوصل لحتت. عشان كده يمكن رسالتنا كانت يعني في الفتره اللي جايه دي هتلاقي بعض الرسائل اللي تلاقي بقى احنا بنتكلم على الحموات اللي ربت الراجل. انت ربيتي ازاي؟ ربيتي على ان هو يعنف يعني مراته، او يعنف اخته، او يعنف حضرتك بالظبط. فانت خلاص، فانت بتربي غلط. فهو عشان كده في جزء مهم جدا دلوقتي الوعي. فعشان كده طول الوقت هتلاقي التوعيه بدات تشتغل على جزء مهم قوي. الميديا والافلام والمسلسلات حتى ايفن بقت بتظهر صوره النهارده المهم في تكامل. يعني ما بقاش بس انا بركز على الراجل والست بس، لا لازم اركز على بقيه المحاور اللي طلعت الراجل ده عامل ازاي وطلعت الست عامله ازاي. فده جزء مهم جدا عشان نقدر نقول النهارده قضايا العنف بقت متعدده. حتى ايفن في الزواج المبكر، يعني من احدى الكيسز الكارثه بالنسبه للزواج المبكر ده ان انت بتلاقي مثلا يعني في كيسز في احدى القرى، وقرى بتبقى يعني مناطق كمان مشهوره بالموضوع ده، انها بتجوز الزواج العرفي وفي للاسف بينتج عنه اطفال. بتيجي لسن معين عايزه تسجلي الطفل، فالطفل ما بيتسجلش. ممكن الاب يتنصل من الجواز او يموت، ودي حدثت بالفعل ان الاب مات وما سجلش الطفل. طب الطفل يتسجل من مين؟ بيتسجل بابو الام. فدي كارثه. فكأن الولد كأنه اخوها، ودي كارثه تانية. وساعات يحصل ان انا النهارده الاب يتنصل بعد كده فيقول لك لا انا مش هطلقها، فسابها وساب الطفل. لما وصل الطفل بقى كارثه تانية. بيتزوجوا عرفيا، نفهم الناس، بيتزوجوا عرفيا لان هي لم تبلغ السن القانوني، فبيزوجوهم عرفيا الاول بالزبط. وبيعملوا اشهار، وهو بيتخيل ان هو كده خلاص هو امن بنته. بيطلع الراجل خسيس ويقوم سايبها ويتنصل من الزيجه كلها ويتنصل من النسب. نخش في قصص تانية مأساوية بالظبط. اثبات بقى ان اثبات زواج واثبات نسب وكده. غير كمان زواج الصفقه. زواج الصفقه ده كارثه تانية، ان هو طبعا بيبقى فيه جزء منه طبعا الهجره غير الشرعيه، وبيتخللوا حاجات كتيره قوي. وفي مناطق موجوده بالفعل على الموضوع زواج الصفقه ده اللي بينتج عنه كوارث بالنسبه للفتاه. بيتزوجوا مصريات يعني للجنسيه. طبعا مصريات الجنسيه مناطق موجوده عشان النهارده برضو بحثا عن الاموال، واحيانا بيبقى تجاره اعضاء، فتبقى كارثه تانية كمان. فمعنى كده ان انت عندك الموضوع ما بقاش بس احنا مقتصر على عنف بشكل عنف بس، لا ده الموضوع بقى اكبر من كده. مأساة. طب دكتور مي، نوصل لحضرتك ازاي؟ يعني المعنفة او المهضوم حقها او مكسورة الجناح او اللي رايحة في 60 داهية ومش عارفة تعمل ايه وما عندهاش عيلة يدعموها وما عندهاش فلوس، توصل لحضرتك ازاي؟ هي بتوصل لنا احنا كمؤسسة مجتمع مدني من خلال اسم المؤسسة من على صفحات السوشيال ميديا القيادات المصرية للتنمية ليد، او من خلال رقم الواتساب اللي هو 012-836-8466. فده من خلال المؤسسات اللي هي صفحة السوشيال ميديا بتوصل لنا. بنشوف احنا نقدر نقدم لها ايه ايا كانت بقى الحالة، بس لازم زي ما قلت لحضرتك بنتحقق من الموضوع ده. ايا كانت بقى ممكن تكون فرص مثلا تدريبية، ممكن تكون دعم نفسي، ممكن دعم قانوني من خلال المحامين ووحدة القانوني وحدة قانونية اللي احنا اوريدي بقينا بنتعاون مع محامين عشان نقدر نعمل لهم ارجاء للحالات، سواء مع حالة هي بحثا عن استشارة أو حالة في تعنيف لها بالقنوات الشرعية، أو حتى إحنا لو مش هنقدر وقتها إن إحنا نبقى بنقوم بالكيسز حتى بنوصلها كمان بالمجلس القومي للمرأة من خلال إن ممكن بنكلم وحدة الشكاوى وبتتبنى لو في لها حاجة معينة. فحتى ده قنوات شرعية بالنسبة للدولة بتقدر إنها تقدم دعم. دكتور مي نورتيني، وربنا يبارك لك ويجازيكوا خير علشان اللي انتوا بتعملوه للناس، لان في ناس بجد بتبقى محتاسه، ما عندهاش فلوس توكل محامي، ما عندهاش فكره ان ليها حق اصلا. حضرتك زي ما حضرتك قلتي الوعي
هما ما يعرفوش يعملوا ايه. فجزاك الله كل خير على اللي حضرتك بتعمليه وشرفتينا ونورتينا. ميرسي لسه مش ونروح للكيو ان اي اسك ساره. اول سؤال الاستاذه اتش. ساره، هل الزوجه اللي اتطلقت ممكن طليقها يرجعها غيابي حتى لو مش راضيه ترجع له لانه بيخونها؟ طيب اجان مفيش حاجه يا جماعه الخيانه مش سبب من اسباب الطلاق. يعني انا لو رحت قلت القاضي جوزي بيخوني مش هيطلقني للضرر. فهو حضرتك بتقولي طلقي غيابي وردك وانت مش عايزه ترجعي شرعا، واسالي الازهر واسالي العلماء شرعا، بدل ردك هو ردك بالنية، ردك بتلامس، ردك بانه قالها، ردك بانه شهد عليكي ناس، هو ردك. الطلاق الغيابي هو طلاق رجعي. يعني انا بقول ان انا طلقتك وممكن جدا بكره اقول ان انا رديتك، ويعني انا شخشيخه حضرتك مش عايزه تتردي ومش عايزه تخشي في قصه ان انت تبقي زوجته تاني، ارفعي خلع. لكن احنا بنتكلم دينا وشرعا وقانونا. هو مجرد ان هو قال ولا عقد النيه ولا اخد الانيشيتيف والنيه بتاعت ان هو يرجعك، هو خلاص كده رجعك. انا مش عايزه ارجع، ماليش دعوه. قانونا وشرعا انا ماليش دعوه. انا امتى اقول لك خلاص مش عايزه ترجعي ارفعي خلع؟ لكن هو بيخونك مالكيش طلاق للضرر، وهو طلقك طلقه رجعي اللي هو الطلاق الغيابي، هو طلاق رجعي وعايز يردك بيردك. حضرتك عايزه تعترضي، حضرتك ما بترجعيش وبتمنعي نفسك عنه، يا بيحصل هجر، فده ممكن يبقى سبب لانك حضرتك بعد كده ترفعي طلاق للضرر انه هو بقى فيه هجر، فشرط تحقق سبب، او حضرتك مش عندك اسباب فتعملي خلع. لكن ان هو من ناحيه جزئيه طلاق رجعي طلاق غيابي بمجرد انه يردني وانا مش عايزه اترد، لا، هو بمجرد انه هو عايز يردك هيردك. حضرتك معترضه، في سكك بقى اخرى، طلاق للضرر ويبقى فيه هجر، او خلع، ومش مطالب من حضرتك انك تقولي اسبابك. يا فندم، ازاي ننفذ حكم صدر من محكمة الأسرة بالقاهرة في الأب المهاجر لكندا؟ بصوا يا جماعة، ده depending على في اتفاقية ما بين الدول في تسليم المتهمين ولا لا. عندك حكم أو تنفيذ الأحكام actually، مش بس تنفيذ يعني في اتفاقيات ما بين الدول بنسلم وننفذ أحكام ولا لا. وأنا على حد علمي ما فيش الاتفاقية دي بيننا وبين كندا. ممكن بقى بالحكم ده يبقى فيه أول ما ينزل خلاص هو جاي زيارة عليه حكم، تعملي بقى منع سفر بالحكم ده، فيبقى هو نزل مصر انتي حبستيه، عملتي عليه كماشة. دي الحاجة الوحيدة حضرتك تقدري تعمليها. لكن تنفيذ أحكام بين مصر وكندا ما أعتقدش. وبرضه حضرتك ممكن تسألي مكتب التعاون الدولي. فاكرين البنت اللي أنا أصلا حسيت ان هي قلت لها انت ينقصك خبره وانت اكيد صغنونه في السن؟ طلعت فعلا صغنونه في السن، طلعت ان هي ما كملتش 21 سنه. انا كنت عارفه، والله انا كنت عارفه. سؤال من الاستاذه جي. انا اللي كنت سالت حضرتك عن محضر عدم التعرض لاهلي لو في بينا مشاكل، هل اقدر اعمله؟ انا قاصر تحت 21 سنه. هتموتي وتعملي محضر، هتموتي وتعملي محضر. بصي يا جي يا حبيبتي، صلي على النبي، استهدي بالله. بقول لك ليله القدر كانت امبارح. بصي يا استاذه جي، انت بمجرد ان انت معاكي بطاقه فخلاص انت تقدري تعملي محضر لاي حد خلقه ربنا في الدنيا. تخشي المحضر بالبطاقه، اعملي فيهم محاضر بقى بنت فجره طول ما انت ماشيه. بس انا قلتلك ما تعمليش كده في اهلك. انا قلتلك انت ينقصك خبره، وانا كنت عارفه ان انت صغيره. الاهل دول يا بنتي الظهر والسند، تعملي عليهم ازاي محاضر؟ وازاي تخشي في محضر ضد اهلك اللي ربوكي واكلوكي وشربوكي؟ ولو هم حتى وحشين بنصبر على الاهل، ده ربنا اللي قال لنا كده. فانا مش هقولك يعني، انا والله كنت حاسه ان انتي قاصر وكنت حاسه ان انتي صغيره. ما تتسرعيش، ما تعمليش حاجات تندمي عليها لما تكبري. يعني في حاجات كده يقولك في السايكولوجي اليونج سيلف، او وانتي صغيره هتقولي ايه لنفسك كمان 10 سنين، او لما تبقى 10 سنين تقولي ايه لنفسك من 10 سنين فاتوا. فتخيلي وانتي شابه كده جميله عندك 31 سنه بتقولي يا نهار اسود ايه اللي انا عملته ده، انا رفعت قضايا على اهلي ودخلت اهلي الاسم. ما تعمليش كده يا حبيبتي، اهدي بالله، استهدي بالله. انا بقول لك قانونا تقدري،
لكن انا بقولك بصفه شخصيه ما يصحش، اهلك عيب والله ما ينفعش. استاذه جي اسمك اهو، تخلينيش بقى ابعتلك، بس برضو احكي لك قصه. يعني لازم تخشي في الدايركت مسج تحكي لك قصه، ايه اللي مخليكي هتموتي 3 اسئله بعتهم لي ورا بعض، هتفطسي تعملي لهم محضر عملوا يعني ايه، احكي لي تفاصيل. يعني مش عارف والله ايه اللي حصل. سؤال من أستاذة أستاذة سارة، هو أنا بوريله بنته كل ما يطلب بيرفع رؤية ليه؟ ممكن لو قلت للقاضي إني بوريها له أصلا يرفض الرؤية؟ بصي يا أستاذتي الفاضلة، الرؤية حق أي أب في إنه يستخدمه، والقانون بيديله الحق ده فهو بيستخدمه. كون إن حضرتك أصلا بتوريها له وهو بيرفع لسه عليكي رؤية، فده شخص أنا أسفة إن أنا أقول هو عايز يحط عليكي بريشر معين من الآخر، يعني يا حاجة نفسية فيه، هو شخص نرجسي عايز يخليكي مذلولة، أو عايز يفرض عليكي نوع من الباور عليكي، يبقى عايز يفرض قوته عليكي. لأنه حضرتك بتقولي أنا بوري له أصلا البنت، فهو ليه بيرفع علينا رؤية؟ عشان يذلك، ده نوع من أنواع الذل. أنا ما عنديش تفسير تاني. القاضي يرفضها؟ لا، القاضي مش هيرفض الرؤية، لأنه القاضي بالنسبة له ده حق من حقوق الأب، فأنا هديهوله. حضرتك ممكن، ولو إن أنا مش بحب كده، بس حضرتك ممكن خلاص بقى ستوب اللعب. حضرتك بيننا وبين بعض المحاكم، توكل على الله. أنا مش بحب كده لأن الضحية بتبقى البنت أو الولد، لكن هو نوع من فرض السيطرة مش أكتر. يعني أنا ما دخلتش في عقيدته الحقيقة عشان أعرف، بس هو ده اللي أنا شايفاه. قانونا القاضي ما ينفعش يرفض قضية رؤية، لأن ده حق الأب القانون مديهوله. دي كانت أسئلتنا النهاردة في أسك سارة. كملوا أسئلة، وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. بودكاست محكمة على نقاش.